أعمق ما يميز الإنسان ليست قوته، وإنما أقوى ما يدمره هو عقله. والعقل من المفترض أن يكون خادمك، أصبح سجانك الوحيد. ألف فكرة في رأسك، وكل فكرة تعيد نفسها، وكل فكرة في ظاهرها أن تحميك، لكن في باطنها أنها تسجنك سجن آخر. وليس هناك مفر إلا أن تعرف الحقيقة. محضر نفسي رقم واحد: المتهم الإنسان، والتهمة هو التفكير الزائد. اديني ودنك وركز معي. التفكير الزائد مش ذكاء، هو خوف متنكر في شكل تحليل، بيبين لك انك بتفكر وبتحاول تفهم الدنيا يعني من حواليك. والمدارس الكبرى في علم النفس كلها اتكلمت عنه. وأرون بيج، المدرسة المعرفية، بتقول إن التفكير الزائد ناتج عن تشوهات معرفية. عقلك بيقرأ النوايا وبيحاول يهول في الموضوع، بيكبر الكوارث وبيخلي كل شيء أسوأ مما هو عليه. وجاء عمك فرويد في التحليل النفسي بيقول أنه صراع لا واعي بين رغباتك المكبوتة وبين خوفك من العواقب. وده بيخليك تعيش، بس مش بتعيش حياتك، بتعيش حياة الاحتمالات بتاعت يمكن أو لو. المدرسة المعرفية CBT بتقول أنه عادة مكتسبة، ليس قدرك وليس شخصيتك، ولكنه يمكن أن تفهمه. وعلم النفس الوجودي بيقول أنه محاولة يائسة للسيطرة على مستقبل غير مضمون. ركز معايا بقى هنا في الحتة دي، وبقولك وكل تفكير زائد هو مجرد هروب من القلق أو المشكلة الحقيقية. التفكير الزائد بيوصلك ل4 مراحل ومحدش هيقولهم لك غيري، فركز بقى معايا وانتبه كويس. أولهم معانا هو شلل القرار، والعقل هنا بيقتل أي فعل قبل ما يحصل، وبيوصلك لتاني حاجة وهي فقدان الهوية، إنك تعيش حياتك بس في أفكارك مش في حياتك الواقعية. ودي كارثة اللي تقريبا يعني معظمنا بقى فيها حاليا. التالتة وهو الاكتئاب الصامت، وده ما بتحسش بأي تعب، بس بتحس بإرهاق، بطاقتك خلصانة، مش قادر، تعبان. تصحى من النوم تعبان، انت ما كنتش على تريد ميل، بس انت مستنزف داخليا، طاقتك خلصانة. وأخيرا وليس آخرا، وهي العزلة النفسية. بتبدأ تبعد عن الناس بالتدريج وانت مش واخد بالك، وكل ده بدون صريخ وبدون ألم ظاهر. وعلى نسخة تانية أفضل من اللي انت فيها بتقتلها بإيديك. ومش مطلوب منك خالص انك توقف تفكير، المطلوب منك دلوقتي انك بس تعرف الحقيقة، ان التفكير الزائد ده ممكن يكون قاتل، بس قاتل صامت. متنساش طبعا تشترك لو لسه مشتركتش، وتسيب اللايك بتاعك. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.